ازاي تتعلموا انجليش مجانا واونلاين. انا في الفيديو ده انا مش هرشح لك كورس خالص، ولكن هنقل لك تجربتي في تعلم اللغه الانجليزيه. بص بقى، انا لحد 25 سنه كنت ابيض في الانجليش. لا، كلمه ابيض دي ابيض يعني سيراميك حرفيا. فيعني الوضع ده ما كانش عاجبني خالص، وطبعا اي حد الوضع بتاعه مش عاجبه بيسعى انه يغيره. من هنا بقى بدات ادور، ومن غير تشات جي بي تي، ان انا اتعلم انجليش ومن مصادر موثوقه. بصراحه كانت اصعب حاجه وقفت قدامي في تعلمي للغه الانجليزيه هو الجرامر. انا اكتشفته بعد كده الجرامر مش بس بيوقفك انك تتعلم انجليش، بيزهقك انك تتعلم انجليش. عشان كده محتاج حد يشرح لك الجرامر ده بشكل يكون ممتع ولذيذ كده، يخليك تحب اللغه. علشان كده انا ما لقيتش احسن ولا ألذ من استاذ احمد ابو زيد. يعني بصراحه راجل ممتاز 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 انه يعلمك الجرامر بطريقه غير ممله. ولما بقى تتعلم جرامر وتبقى كويس فيه وشاطر، هتعوز انك تطبقه. عشان كده تاني مصدر اتعلمت منه كان ابلكيشن ديورلينجو. كنت كل يوم كده اخد لي ساعه براكتس اتعلم فيها واتدرب على الجرامر اللي اتعلمته من الاستاذ احمد ابو زيد. تالت حاجه بقى هتفرق في مستواك في تعلم اللغه الانجليزيه، وهتفرق في مستواك 180 درجه، وهتحسنك كل يوم عن التاني انك تسمع بودكاست. اقوى 2 بودكاست انا اتعلمت منهم بقى وفرقوا معايا بشكل شخصي وانا ممتن ليهم هو تيتشر مونيكا وانجلش وستيفاني. طيب حلو الكلام ده، لا استنى بقى عليا عشان هديك بقى التركايه الاخيره اللي هتخليك تفرق عن غيرك في كتير لو انت بتتعلم انجليش، وهو انك تتفرج على افلام انجليش بسب تايتل انجليش، يعني بترجمه انجليش مش بترجمه عربي. الفيلمين بقى اللي هرشحهم لك لو انت المستوى بتاعك بقى A2 Cars و Pursuit of Happiness. بص، لو عندك امتحانات اعمل سيف على الفيديو ده، واول ما الاجازه تيجي ابدا في الخطه دي، واوعدك انك هتتغير 180 درجه. انا مايكل مصري وبساعدك يعني انك تطور من نفسك. لو حابب تشوفني تاني اعمل لي فولو.